السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حصاد الأسبوع، نبدأها بأهم ما جاء في الأسبوع. لقاء بين الرئيس مسعود البارزاني ووفد المعارضة السورية في هولير عاصمة إقليم كردستان. زيارة لوفد المعارضة السورية إلى ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكردي والبرلمان الكردستاني. سعيد عمر مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا يقول أن البيدي أفشل جماهيريا ويعاني من ورطة. اجتماع للأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في مدينة قامشلو بكردستان سوريا، واجتماع آخر لمكتب شؤون المجالس المحلية في مدينة ديريك. انفصال إداري لقوات بشمركة دروج عن قوات الزيرافاني. الرئيس مسعود البارزاني يعرب للوفد الألماني عن قلقه إزاء مستقبل الشعب الكردي في سوريا. إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية تقول من الضروري إنهاء الصراع بيننا وبين تركيا. اشتباكات في ناحية جنديرس بعفرين بكردستان سوريا واستخدام الأسلحة الثقيلة ضمن الأحياء المكتظة بالسكان. أهلا بكم مجددا. استقبل الرئيس مسعود البارزاني في صلاح الدين وفد هيئة التفاوض المعارضة السورية الذي ضم الدكتور نصر الحريري رئيس الهيئة وأعضاء هيئة التفاوض المعارضة السورية. في بداية اللقاء أعرب الوفد الضيف عن شكره لمواقف الرئيس البارزاني ودعمه للشعب السوري وحرصه على حياتهم وأوضاعهم المعيشية ومستقبلهم خلال سنوات الحرب وخلال الأزمات العميقة التي عصفت بسوريا. كما أكد على دور ومكانة الرئيس البارزاني وتأثيره في معالجة المشكلات، داعين سيادته إلى أن يكون له دور فاعل في إنجاح الجهود الحالية التي تبذل بهدف معالجة الأزمات في سوريا، وكذلك في حماية مستقبل الشعب الكردي هناك. وفي ذات اللقاء تم تبادل الآراء حيال مواقف الدول الكبرى وآخر المستجدات والمتغيرات السياسية في سوريا وقرار انسحاب القوات الأمريكية، كما تم التأكيد على التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف من أجل معالجة المشكلات عن طريق الحوار والتفاهم. خلال ندوة لها في مركز شرق الأوسط للأبحاث بواشنطن، صرحت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أنه من الضروري إنهاء الصراع بيننا وبين تركيا، مضيفة نحن لسنا طرفا في الصراع الدائر في تركيا. وأضافت أن الأمريكيين يرغبون بلعب دور لبدء حوار أو حل القضايا بيننا وبين تركيا. كما أشارت إلهام أحمد هناك عدم قبول بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا بشكل عام، مضيفة أن هناك محاولات جدية بشأن إعادة النظر في القرار أو تعديله. صرح سعيد عمر مسؤول مكتب العلاقات الوطنية للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري لصحيفة كردستان أن البيدي أفلس جماهيريا وهو في ورطة. أضاف يبدو جليا حجم التورط الذي يعاني منه البيدي حاليا، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إفلاسه الجماهيري وبالتالي هروبه من واقعه والهرولة صوب العواصم لإنقاذ نفسه من هذه الورطة. فهو لم يكن يفكر يوما في مصالح الشعب الكردي ولا يزال يأخذ أوامره من قنديل، ضاربا عرض الحائط كل تقارب كردي. لهذا لا أستغرب أن تصدر تصريحات غير مسؤولة من قيادات هذا الحزب. كما أكد سعيد عمر أن بشمركة دروج هم إخوتنا وأبناؤنا وسيدخلون وطنهم ضمن توافق دولي وبإشراف مباشر ورئيسي من الرئيس مسعود البارزاني، وسيدافعون عن وطنهم ضد أي اعتداء. بعد لقاء وفد المعارضة السورية بالرئيس مسعود البارزاني، زار الوفد ممثلية المجلس الوطني الكردي في هولير عاصمة إقليم كردستان، وضم الوفد كل من نصر الحريري، عبد الجبار عقيدي، ربع حبوش، قاسم الخطيب، إبراهيم برو، حواس العقيد. واستقبل الوفد رئيس الممثلية نواف رشيد، وتم الحديث عن آخر المستجدات في الساحة السورية والكردية. صرح عبد الجبار عقيدي عضو هيئة المفاوضات لمؤسسة آرك أنه يمكن ملء الفراغ من خلال قوات البيشمركة المدربة وقوات العشائر في المناطق المزمع إنشاؤها في كردستان سوريا. حقيقة هي زيارة دبلوماسية وزيارة تشاور مع الإقليم وحكومة الإقليم ممثلة بشخص
فخامة الرئيس مسعود برزاني الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السوريين العرب والكرد، وهم يعني أصحاب موقف مشرف من الثورة السورية وداعمين للشعب السوري ولمطالبه المحقة في التغيير وفي الحرية والكرامة، وأيضا احتضانهم لأكثر من أو حوالي 300 ألف من اللاجئين السوريين الهاربين من بطش نظام الإجرام الأسدي. وبالتالي هم دولة محورية أو يعني هم إقليم له دور محوري في المنطقة ومؤثر. وبالتالي نحن تبادلنا وجهات النظر وتناقشنا في العملية السياسية السورية بشكل عام والعملية الدستورية والانتقال السياسي وما يحصل الآن بعد قرار السيد ترامب بالانسحاب من شرق الفرات وما سيحصل ومن سيملأ هذا الفراغ. وتكلمنا في كل الاحتمالات التي يمكن أن تحصل في هذه المنطقة. لا يوجد شيء واضح، لم نتكلم بشيء واضح فيما يخص تشكيل القوى أو موضوع يعني هذا الترتيبات بشكل كامل، ولكن نحن لدينا وجهة نظر متطابقة مع حكومة إقليم ومع السيد مسعود برزاني بأنه يجب أن يملأ هذا الفراغ قوى محلية من أبناء المنطقة وأيضا من العرب والكرد والتركمان من أبناء هذه المنطقة، ويدير المنطقة مجالس محلية أيضا من أبناء هذه المنطقة، ولا نسمح للنظام السوري والميليشيات الإيرانية بالتوغل وإملاء هذا الفراغ. وبالتالي يمكن أن يكون من خلال قوات محلية من أبناء المنطقة، من أبناء العشائر، وأيضا من قوات البشمركة المدربة في الإقليم. كل هذه الاحتمالات واردة أن تكون يعني على أرض الواقع إذا حصل الانسحاب الأمريكي، ولكن حتى الآن أصلا هناك تراجع في الموقف الأمريكي من موضوع الانسحاب. يعني هناك تفاهمات، الأمور كلها مرتبطة بالتفاهمات التركية الأمريكية، التركية الروسية، تفاهمات الدول الإقليمية. حتى الآن لا يوجد شيء واضح، ولكن نأمل أن يعني تنعم هذه المنطقة بالسلام حقيقة، وتخرج قوى الإرهاب ممثلة بالداعش تنتهي، وأيضا قوات البيادية تحل نفسها، ويخرج القوات الأجانب التابعين للبككي، ويكون الموضوع مرتبط في المقاتلين السوريين الذين يرغبون بأن يكونوا جزء من المشروع الوطني السوري في هذه المنطقة. المجلس الوطني هم شركاؤنا منذ بداية الثورة، شركائنا في المجلس في الائتلاف الوطني، شركائنا في هيئة التفاوض، شركائنا في العملية السياسية. وبالتالي تبادل وجهات النظر والزيارات واللقاءات الدائمة هذه سياسة موجودة بيننا دائما على تواصل وعلى لقاءات. كما صرحت ربا حبوش عضو هيئة المفاوضات أنهم يتطلعون أن يكون لإقليم كردستان دور محوري في دعم تطلعات الشعب السوري. نحن لا ننسى أن إقليم كردستان ومنذ بداية الثورة السورية وقف مع الشعب السوري وتطلعاته. بالتأكيد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لهيئة التفاوض السورية، وهي مهمة على كل الأصعدة، وبالتأكيد أهميتها في هذا التوقيت بسبب ما يحدث في شرق الفرات، ومحاولة هيئة التفاوض أن تكون على تواصل كبير مع تلك المنطقة ومع الحل بتلك المنطقة، أن يكون حلا سوريا دون اللجوء إلى أي حل عسكري. نحن نعرف أن هناك سيناريوهات كثيرة في تلك المنطقة مطروحة الآن، لكن أهمها بالتأكيد بعد قرار الانسحاب الأمريكي الذي على ما يبدو بدأ بالتراجع والانحسار أو لن يطبق كما كان مذكورا في بدايته، أن موضوع المنطقة الآمنة التي تتحدث عنها تركيا. بالنهاية نحن مع أن تدار تلك المنطقة من قبل السوريين، وجود البي بتلك المنطقة والانتهاكات التي تقوم بها بالتأكيد نحن لسنا معها، ولسنا مع وجود بككي والقيادات الغير سورية في تلك المنطقة. تلك المنطقة هي للمكونات السورية سواء كانوا كردا أم عرب أم أي مكون من مكونات الشعب السوري. بالتأكيد تم الحديث، هناك بعض الطروحات طرحت على السيد الرئيس مسعود بارزاني حول تلك المنطقة، هناك الكثير من الطروحات المقدمة لتلك المنطقة، ليس هناك لحد الآن سيناريو واحد، لكن نحن نعمل عليه لأننا بالنهاية هنا يجب أن يكون هناك مقاربات من الدول الفاعلة. نحن نعلم أن تركيا لديها دور كبير في تلك المنطقة، نتطلع إلى أن يكون لإقليم كردستان العراق دور في تلك المنطقة،
لا ننسى دور المملكة العربية السعودية أيضا، باعتبار هناك الحديث عن جيش أو قوات عشائرية أو قوات عربية. يعني يجب أن يكون هناك حديث مع كل الأطراف كي نتجنب أي سفك جديد للدماء أو أي حلول عسكرية. البي موجودين بقيادات غير سورية وهو الغير مقبول. نحن نريد أن تدار تلك المنطقة من قبل أهلها ومن قبل السوريين حصرا. الحديث يعني بين الولايات المتحدة وتركيا حول تلك المنطقة كان هو أن يتم، يعني لحد الآن ليس هناك كما أقول صورة واضحة أو تصور واضح أن يكون هناك منطقة آمنة تضمن إعادة السوريين النازحين إلى أماكنهم في تلك المناطق، تضمن إخراج قوات البكك أو حزب العمال الكردستاني الذين يعني تركيا لديها تخوفات وهي تبحث بالنهاية عن حماية أمنها القومي. لا، بالمقابل نحن نبحث عن حماية تلك المنطقة السورية لأهلها الحقيقيين من أي طرف كانوا. بعد الحوارات التركية الأمريكية باعتبار لم يتوصلوا إلى حل نهائي، وبعد أن طرحت روسيا موضوع تفعيل اتفاقية أضنا التي تنص على حق تركيا بالدفاع عن حدودها من 5 إلى 10 كيلومتر ضمن الأراضي السورية في حال تهديد الخطر بحزب العمال الكردستاني، كل تلك الأمور ما زالت مطروحة على الطاولة. لم يتم التوصل إلى حل أو تصور كامل. كلها يعني تدور حول التقاطعات والسيناريوهات المحتملة. إذا كانت تلك المنطقة ستدار من قبل السوريين وستتجنب المزيد من سفك الدماء وستعيد المهجرين إلى أماكنهم وإلى مناطقهم وبعيدا عن سلطة أي جهة تفرض بقوة السلاح ما تريده على تلك المنطقة، فنحن فعلا نتمنى إلى أن يكون هناك منطقة آمنة تؤسس لبيئة آمنة ومحايدة مستقبلا تؤدي إلى انتقال سياسي. لا، بالنهاية نحن هيئة التفاوض جسم وظيفي ويبحث عن حل سياسي يؤدي إلى انتقال سوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية والتخلص من نظام الأسد المجرم. من جانبه ثمن إبراهيم برو عضو هيئة المفاوضات السورية زيارة الوفد إلى إقليم كردستان واللقاء بالرئيس مسعود البارزاني. كما أكد نواف رشيد رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي في إقليم كردستان أنهم بحثوا موضوع إنشاء المنطقة الآمنة وما يحصل في عفرين من انتهاكات بحق المدنيين مع الوفد الزائر إلى الممثلية. وبعد لقاء الوفد بالمجلس الوطني الكردي قام الوفد بزيارة برلمان إقليم كردستان واستقبل من قبل رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومستشار الرئيس البارزاني هيمن هورامي وأعضاء آخرين. عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي اجتماعها الاعتيادي في مدينة قامشلو بكردستان سوريا. تم استعراض جدول عمل الاجتماع الذي تضمن استعراض الوضع السياسي من خلال عرض أنشطة ممثلي المجلس في مكتب العلاقات الخارجية والائتلاف وهيئة التفاوض، وزيارة وفد رئاسة المجلس لإقليم كردستان ولقائه بالرئيس مسعود البارزاني، كذلك لقائهم بالاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني وممثلية الاتحاد أكدت الأمانة العامة على صوابية رؤية المجلس حيال المستجدات السياسية الجارية وأعربت عن ارتياحها عن اللقاءات التي جرت مؤخرا. وثمنت الأمانة أيضا موقف الرئيس مسعود البارزاني ودعمه ومساندته للمجلس الوطني الكردي وحقوق الشعب الكردي في سوريا. وكذلك رأى الاجتماع أنه يجب أن يكون للمجلس دور بارز في أي مشروع يتم طرحه إلى جانب بقية المكونات السورية، وأن يكون لبيشمركة روج دور فاعل في الحفاظ على أمن شعبنا، بالإضافة إلى تطمين دول الجوار بإقامة علاقات جيدة على قاعدة الاحترام المتبادل. وصل جثمان أمير الإيزيديين تحسين سعيد بك إلى إقليم كردستان في مراسم رسمية حضرها كبار المسؤولين في حكومتي هولير وبغداد. وحضر مراسم استقبال الجثمان رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشيرفان البارزاني، بالإضافة إلى مسؤولين وبرلمانيين وممثلين البعثات الدبلوماسية وشخصيات دينية واجتماعية من كردستان وباقي مناطق في العراق. ووري جثمان أمير الإيزيديين الثرى إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في قرية بعدري التابعة لبلدة شيخان في محافظة دهوك.
أصدرت قوات بشمركة دروج بيانا حول انفصال تلك القوات عن قوات الزيرافاني إداريا، وجاء في البيان: أثبتت قوات الزيرافاني خلال مسيرتها أنها مؤسسة عسكرية متكاملة تضم الوحدات المقاتلة والهندسية والمدارس التأهيلية، وكما كان لها الدور الأبرز في هزيمة الإرهاب خلال السنوات السابقة، كذلك كان لها دور كبير في إنشاء قوات لشكري روش ورعايتها حتى وصلت إلى ما هي عليها الآن. وإننا ننتقل من الفرع إلى الأصل، مما يعني زيادة المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسيبقى تراب كردستان والدفاع عنه والسير على نهج البارزاني الخالد يجمعنا إلى الأبد. في نهاية بيانها قدمت قوات البيشمركة الشكر والوفاء لقوات الزيرافاني وقيادتها، وخاصة السيد اللواء عزيز ويسي قائد قوات الزيرافاني. استقبل الرئيس مسعود البارزاني في صلاح الدين وفد الحكومة الألمانية الذي ضم سيريل ناون السفير الألماني في العراق وبربارا وولف القنصل الألماني في هولير. خلال اللقاء أشار السفير الألماني في العراق إلى علاقات بلاده بالعراق وكردستان، معلنا أن ألمانيا تعمل في مجالات تقديم الخدمات الإنسانية وعودة الاستقرار إلى العراق. كما أعلن أن الرئيس البارزاني مبعث أمل كبير بالنسبة لعموم الكرد في منطقة الشرق الأوسط. وفي محور آخر من الاجتماع تم تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع في سوريا ومستقبل الكردي هناك. وعبر الرئيس البارزاني للوفد الألماني عن قلقه حول مستقبل الشعب الكردي في سوريا. بهدف تفعيل وتطوير دور المجالس المحلية في كافة المناطق، اجتمع مكتب شؤون المجالس برئاسة محسن طاهر وعضوية سعيد ناسو ومحمود حاج علي في مدينة ديريك بكردستان سوريا مع رؤساء المجالس المحلية في كل من ديريك، قرقيلة، جيتش، الآغا، تربسبيش، سنجق. وتحدث طاهر عن آخر التطورات السياسية والميدانية للأزمة السورية، خاصة بعيد قرار الانسحاب الأمريكي والسيناريوهات المحتملة والمتعلقة بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شرق الفرات في الشهور القادمة. في نهاية الاجتماع أشاد رئيس المجالس المحلية محسن طاهر بدور الرئيس البارزاني الكبير حيال إنهاء الأزمة السورية على المستوى الدولي ووقوف سيادته إلى جانب الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي على وجه الخصوص. وأخيرا دارت اشتباكات بين فصيلين مسلحين في ناحية جنديرس التابعة لعفرين بكردستان سوريا، وبحسب مصادر محلية من عفرين أكدت أن الفصيلين استخدما الأسلحة الثقيلة ضمن الأحياء المكتظة بالسكان. وأكدت المصادر أن سبب الاشتباكات هي كيفية تقاسم مسروقات ممتلكات المواطنين الكرد في الناحية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام حصادنا لهذا الأسبوع. حتى الحصاد المقبل دمتم بألف خير.